مين فينا ما قعدش طول السنة مقضيها قاعدة على السوشيال ميديا، خروجات مع الصحاب، نوم وانتخى، وفجأة تسمع في ودنك كلمة الامتحانات. هنا بقى بتظهر سوبر باور غريبة قوي عندنا، بنتحول فيها لأبطال خارقين في المذاكرة. يعني ممكن نكون بنحفظ كتب كاملة في ليلة واحدة. والسؤال هنا، ليه بنذاكر قبل الامتحان بس؟ يعني هل ده كسل ولا في سر علمي ونفسي ورا الظاهرة العجيبة دي؟ كوباية القهوة الجميلة بتاعتك وتعالى أقول لك على الزيتون. اول سبب وملك الاسباب هو التسويف او التاجيل اللي ملوش لازمه. احنا كبني ادمين عندنا ميل طبيعي اننا ناجل المهام الصعبه او اللي مش ممتعه. طب عارف ليه الكلام ده بيحصل؟ ببساطه لان دماغك عاوزه ترتاح، بتشغل وضع توفير الطاقه يا سيدي. خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ لكن خلي بالك، انا مش هسيبك تحتاس في الاسباب من غير ما اقول لك الحل. ده انت حبيبي، تابع الفيديو للاخر وهتعرف ازاي مخك بيضحك عليك، وهعرفك ازاي تضحك عليه. مخنا بيحب المكافأة السريعة، يعني قعدة الموبايل دلوقتي أحسن من إننا نقعد نذاكر عشان خاطر امتحان لسه كمان شهرين. المخ بيقول لك بلاش صداع دلوقتي، استمتع يا أخي باللحظة الحلوة وبكرة يحلها الحلال. لما بتبص على المنهج كده كله على بعضه بتحس إنه جبل، مخنا بيشوف الجبل ده ويقول لنفسه لا يا عم ده حكاية تخوف، أنا مش معاك في المشوار ده، توكل أنت على الله. فالنتيجة بتكون إنك أنت بتعمل أي حاجة تانية غير إنك تبدأ تطلع الجبل ده. طيب ايه اللي بيحصل فجأة وبيخلينا نتحول من انسان كسلان لانسان خارق للطبيعة، جامد في المذاكرة قبل الامتحان بساعات ممكن وانت رايح في الطريق؟ السر هنا هو عامل الضغط. اول ما نحس ان الامتحان قرب الجسم بيفرز ادرينالين، وده هرمون بيخلي جسمك في حالة تأهب عالي، يعني قلبك يدق اسرع، تركيزك يزيد، حواسك تبقى في قمة النشاط، كأنك داخل حرب مش داخل امتحان. دماغك في اللحظة دي بتبقى عاملة زي اللي عليها قناص، بتصطاد المعلومة المهمة بس وبتتجاهل أي مشتتات تانية. فجأة بتلاقي نفسك قادر تركز بشكل مش طبيعي، لأن هدفك بقى واضح، نعدي الامتحان ده على خير عشان خاطر ربنا يكرمنا. يا رب يا رب استرها معاه يا رب. الضغط بيساعد على تفعيل الذاكرة القصيرة بشكل مكثف، يعني المعلومات تدخل دماغك بسرعة عشان تستخدمها في الامتحان بسرعة، تخرج من الامتحان ناسي كل حاجة بسرعة. تحس انك في اللحظه دي بتشوف هاله كده من النور حوالين الكتاب، بتسمع صوت داخلي بيقول لك يلا يا بطل، هو ده وقت الجد. تلاقي نفسك بتذاكر ولا 50 صفحه في الساعه، قرد ما شاء الله. تقعد تقول لنفسك يا رب لو كنت ذاكرت كده من اول السنه، مش كان زماني بقيت اينشتاين دلوقتي. لا بجد بجد ربنا يحميني، انا مبهور بيا. صحيح انت بتنجز كتير قبل الامتحان، بس ده بيخلق وهم ان دي افضل طريقه للمذاكره، وده فخ كبير بنقع فيه. لو لسه مكمل معايا الفيديو فانت بطل، انزل بقى واعمل لايك وما تنساش تشترك في القناه، وتعالى اقول لك ايه الضرر اللي بيقع علينا من الفخ ده. ممكن تفتكر المعلومه عشان تجاوب عليها في الامتحان، ودوت اللي بيحصل في المذاكره اللي احنا بنعملها في اللحظات الاخيره، لكن ممكن ما تكونش فهمت اصلا المعلومه دي بشكل عميق، وده بيأثر على قدرتك انك انت تطبقها بعدين او انك انت تربطها بمعلومه تانية. وعشان كده بتلاقي نفسك خارج من الامتحان وانت بتقول انا دكتور الماده، انا مقفل، اللهم صل على النبي عليا. ويومها بالليل ابقى قابلني لو فاكر حاجه من اللي جت في الامتحان اصلا مش في الماده. المذاكرة تحت ضغط شديد بتستهلك طاقة ذهنية رهيبة، ممكن تسبب لك إرهاق وتوتر وقلق، وده بيأثر على أدائك في الامتحان نفسه لو أنت كنت وصلت قبل الامتحان لدرجة شديدة من الإرهاق. طيب نعمل إيه عشان خاطر نكسر الدايرة دي؟ يعني لازم نبقى ملايكة ونذاكر كل يوم؟ أكيد لا، في حلول علمية ممكنة هتسهل عليك موضوع المذاكرة ده وهقولها لك دلوقتي. قسم المنهج لاجزاء صغيره، بدل ما تقول هذاكر الفصل كله على بعضه قول هقرا صفحتين بس او هحل 5 اسئله بس. لما المهام بتبقى صغيره مخنا بيقبلها بشكل اسهل. تاني حاجه بقى دي اسمها قاعده الخمس دقايق. لو مش عايز تبدا خالص قول لنفسك خلاص انا مش هذاكر، انا هذاكر 5 دقايق بس. في اغلب الاوقات ال5 دقايق دول بتلاقيهم اتحولوا معاك ل10 دقايق، ربع ساعه، نص ساعه، وساعات بيبقوا اكتر من كده، لان الاصعب مش المذاكره، الاصعب هو انك تبدا في المذاكره. تالت حاجة دي اسمها المكافآت الصغيرة. ما هو انت مش هيبقى كله ضغط، كل ما تخلص جزء صغير كافئ نفسك فيه بحاجة انت تكون بتحبها، بس طبعا مش انك انت تقعد على الموبايل ساعتين. يعني ممكن مثلا تكافئ نفسك بشوكولاتايه، باستراحة لمدة 10 دقايق او 15 دقيقة، او تكلم واحد صاحبك. كل دي حاجات ممكن انت تفك بيها عن نفسك ومخك يعتبرها مكافأة صغيرة بتكافئه على اللي هو عمله. حاول تثبت وقت معين للمذاكرة كل يوم، حتى لو كانت نص ساعة بس. العادات بتتبني بالاستمرارية مش بالكمية.
يعني ايه نظام البومودورو؟ يعني ذاكر لمده 25 دقيقه باعلى تركيز، وبعدين خد 5 دقائق راحه او 10 دقائق يا سيدي، وكرر كده كذا مره. ده بيحافظ على تركيزك وبيمنع الارهاق. كمان الارقام اللي انا قلتها ديت مش ارقام ثابته، يعني لو تقدر انك انت تخلي بدل 25 دقيقه 40 دقيقه وبعدين تاخد من 10 ل 15 دقيقه راحه، مفيش مشكله. المهم انك انت تقدر تطبق التوزيعه دي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعيل زر الجرس عشان خاطر تشوفوا فيديوهات اكتر. وعندي ليك رساله اخيره، المذاكره علشان خاطر تبني معرفه، تفتح لنفسك ابواب جديده، نتعلم نفكر صح. لما بنذاكر على فترات المعلومات بتثبت، الفهم بيبقى عميق، فتقدر تحس انك انت فعلا مستفيد من المنهج ده. الموضوع بالنسبه لك مش مجرد حشو زائد. وعاوز اسالكم سؤال في الاخر، ايه اكتر نصيحه في الحاجات اللي احنا قلناها دي تنفع معاكم في المذاكره؟ اكتبوا لي في التعليقات. سلام.